عندكن دبس من ديك السنة وكمان ما بدكن إياه؟ وإذا عندكن كمان إنب للعصافير، إيه للعصافير لا تستغربوا. هاتوا هالدبسات وهاتوا هالإنبات وتعوا كمان نحضر مع بعض أطيب وأشهى الحلويات على طريقة جنى. وبو بس كمان رح نتحلى وكمان كتير كتير مفيد لصحتكن يا غوالي. تعالوا نحضر مع بعض أطيب وأشهى الشغليل. الشغليل معروف عنا إنه كتير مفيد، وهي أكلة كمان تراثية قديمة سورية. خلوكم معي لنهاية الفيديو حتى تعرفوا شو هو الشغليل، وكمان رح تعرفوا الطريقة 100% خطوة بخطوة. خلوكم معي. أول شي رح أحضر أنا هون عندي كيلو طحينة، وكمان عندي نص كيلو لوز، ونص كيلو جوز الهند، ونص كيلو جوز. هذا الشي حبيباتي، هذا الشي إضافي فينكم تستغنوا عنه وفينكم تحطوه. وكمان عندي نص كيلو كاجو، وعندي كيلو إنب. أهم 3 مكونات بهي الأكلة اللي هو الطحينة والدبس وكمان الإنب. هدول الأساسيات بهي الأكلة، بس هذا الشي إضافي. بتحبوا تحطوا بندق، بتحبوا تحطوا جوز، بتحطوا لوز، هذا الشي بيرجع إلكن. أنا هدول المكونات الأساسيات اللي عندي اللي هن الدبسات والإنب والطحينة. تعالوا هلأ هاي المكونات اللي عندي وتعالوا مع بعض نحضر الطريقة. هلأ أول شي بدي حمص الإنب. تعالوا مع بعض نشوف كيف. أنا رح ورجيكم طريقتي كيف خطوة بخطوة. خليكم معي لنهاية الفيديو. خلونا نصلي على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نكسب الأجر إلي وإلكم إن شاء الله. أول شي هلأ الكيلو بدي أحطه بطنجرة، وكمان بدي نقيه من الوسخ. بدي نقيه كتير كتير منيح حتى هدول في هيك عيدان صغيرة كتير كتير ناعمة، فأنا بدي أتخلص منها. وكمان حتى يصير عندي إنه ما فيه هاي العيدان أبدا أبدا. بنقيهم كتير كتير منيح. بعد ما بنقيهم أنا عم بحمصهم على الغاز كمان هيك، أنا عم بحمص بالمعلقة، فهني رح أشوفهم كمان أكتر وأكتر، وبشيلهم كمان. أنا عم بحمص مثل ما خبرتكم، ضل عليهم لحتى شيلهم تماما. وهلا بعد ما خلصت تقريبا نص العيدان، في شغلات قلت لكم ما بعود الوحي يبين معه، فأنا عم بحمصهم. رح نوصل الغاز على نار هادية وحمصهم حتى كمان وشيل العيدان على الآخر. هلا تقريبا رح ياخدوا معي شي ربع ساعة بس. اصحكم تتركوهن بعدين انه ترجعوهن، لانه فورا رح ورجيكم كيف بصير هيك يطقطق. مجرد ما صار يعطينا صوت انه هو بطقطق ضلوا حركوهن بالمعلقة. كمان اصحى تتركوهن اهم شي على نار هادية. وهلأ هون عندي سطلين الدبس. كان في عندي سطل دبس جايبته أنا جديد، وكمان كان عندي سطل دبس كان هيك شايلة منه نصه، وكمان واحد تاني كمان شايلة نصه. هون عندي الدبس واحد جامد والنص مرق، يعني بيكون إنه ما جامد مثل هذا لونه أشقر. عرفتوا علي؟ فهون أنا هلأ دوبتهم هيك بمي سخنة على البخار، وبعدين مشان احطهم بالطنجرة. وهون كمان عندي الانبات صاروا جاهزين. انا ليش خبرتكم انه كان في عندي دبس تازة وكان عندي دبس قديم؟ مشان الكم انه الدبس القديم بصير فيه وبيطلع كتير بشهي، فلا تهكلوهم. حتى لو الدبس كان عندكم من قبل وما عم تستخدموه، فهي الوصفة رح تستخدموه ورح تدعوا لي. عن جد وصفة كتير حلوة وكتير بتجنن وطعمها خيالي. وبعد ما كمان حطيت الدبس ودوبته على الآخر، أنا بصراحة ما رح كتر في قلبه لوز وكمان كاجو. أنا حطيت هيك صحن عبارة هو عن مقاس وسط، يعني أنا ما رح كتر كتير كتير لأنه أنا عندي اللي حب، يعني مثل ما خبرتكم عندي 3 مكونات هن الأساسيات. هلا انا رح ادهن الصواني كمان طحينة، وكمان هلا رح ورجيكم كيف رح احط الكاجو والفستق الني بقلب الوصفة. بعد ما خلصت هون الصواني بالطحينة،
هلأ رح روح على الدبس. الدبس صار عندي دايب على الآخر هون. هلأ رح نزل الإنبات كلياتهم مثل ما خبرتكن، كيليين دبس بدهم هن نص كيلو إنب. وهلا بعد ما حطيت الإنب وهيك رح أخلطه حتى يتجانس مع بعضه. رح نزل عندي كيلو طحينة. بعد ما نزل عندي الكيلو الطحينة أنا رح خليه هلا يغلي وهيك ويصير يبقبق، ولحتى حس أنا إنه صارت عندي القوام متجانس وسميك. أهم شي إنه بس يغلي هو أكتر من دقيقتين 3، فأنتوا رح تحسوا إنه هاي الأكلة بلشت يصير قوامها سميك. هلا رح ضل حركن لحتى يبلش يغلي عندي. قبل رح احط خبرتكن انه انا ما كترت هاي الكمية. هلا بصراحة هاي الاكل حتى لو حطيته نص كيلو بنص كيلو عادي بتتقبل. حتى لو حطيته كيلو انتو شو عندكن القدرة انه تحطوا بهي الاكلة، فهي بتاخد مكسرات يعني عن جد انه بتاخد مكسرات نص كيلو كيلو. بتحبوا تحطوا الجوز بقلبها، الفستق الحلبي، البندق، كل شي طيب بهي الأكلة. بس برجع بخبركن هن أهم 3 مكونات والأساسيات اللي هن الطحينة وكمان الدبس والإنب. لا تستغربوا كتير بالإنب لأنه رح لو ما عرفتوا من وين بينجاب فبتسألوا عليه وأكيد رح تلاقوه. أكل كتير كتير طيبة، نحن ما بنستغني عنها بالشتوية نهائيا. بصراحة إنه بعد ما بتخلص هاي الأكل اللي أنا بساويها برجع بعد فترة برجع بجدد الكمية وبعملها. عن جد كتير كتير طيب. لو سويتوها مرة واحدة ما راح تستغنوا عنها لأنه هاي أكل كتير شتوية، وهي بالشتوية الواحد بحب الحلويات أكيد يعني. هون بعد ما غلي عندي هلا رح استنى عليه دقيقتين وطفي الغاز وفورا اسكبها. ما تنتظروا يا صبايا انه بعد ما تبرد تخلوه على الغاز اصحكن. مجرد ما تغلي وصار القوام عندي سميك انا فورا بدي ردها على الصواني. وهلا هون صار هلا بدي اسكبها مثل ما خبرتكم فورا. بس تغلي لعندي فورا بطفي الغاز بدي ردها مباشرة. اصحى تخلوها تبرد لانه هي مثل ما خبرتكم قوامها جامد يعني متماسك. فورا بدي صبها. سويت اول صينية والثانية والثالثة. يا عيني يا جنى، يا عيني على وصفاتك الحلوة. وانتو كمان كتبوا لي بالتعاليق قديش بيستاهل انه هي الوصفة وقيموا لي اياها. اكيد يعني رح تقيموها انه منظر وهيك يعني والطريقه. بس اكيد يعني اللي بيجربها اماني يكتب لي بالتعليق، بيرجع لعندي ويكتب لي انه اذا جربها كيف لقاها. وكمان ما تنسوا لي اللايكات الحلوة من تحت ايديكم اذا بيستاهل هذا الشيء. كمان ما تنسوا تشتركوا بالقناة. اختكم جنى فضلا وليس امرا. اكيد اذا عجبتكم وصفاتي وراح تشوفوا وصفات كتير حلوة بالفيديوهات الجاي. هلا صارت هيك تزيين، فكل صينية انا هيك حبيت زينها انه بشغلات معينة يعني. هلا انا كان فيني انه ضف لها بنفس الصينية المكونات اللي انا عندي اللي هي اللوز والكاجو وكمان الجوز وجوز الهند. بس أنا هيك حبيت لأنه أولادي بصراحة في شغلات معينة ما بحبوها. ما بعرف ليش الأولاد عن جد ما بتحب حس المكسرات يعني أبدا. فأنا حبيت إنه الصينية هيك كل واحدة زينها يعني إنه مثلا إنه واحدة جوز هند، لوز، جوز، فهيك يعني. وأنا كمان حطيت يعني خليت شوية تزيين حتى كمان أرجع أعملها مرة تانية لأنه بصراحة يعني بحس إنه صحي هدول إنه 4 صواني بس أكيد يعني رح وزع منها. فإنه أنا باقي لي صينيتين فقلت هلا بس تخلص هدول كمان برجع بجدد الكمية وكمان برجع بعملها. فخليت أنا شوية هيك تزيين عندي. بس حبيت هيك كل صينية مثل ما خبرتكم إنه أزينها شيء معين لأنه الأولاد ما بتحب عن جد المكسرات نهائيا. يعني بس يكون في شيء فيها المكسرات بتلاقوا الأولاد إنه فورا بتشيلها. فأنا ما بدي إنه يخربوها وهيك فحطيت يعني اللي بده مكسرات إنه بياخدها. هلأ نحنا كمان هي الأكلة بنقطعها إنه بعد ما تبرد. أنا عندي ممكن كمان هيك أجيب أقطعها وحطها هيك بورق صغير كتير يعني. بصراحة أنا ما كان يعني ما أنا مستاهلين إنه أعمل هاي الشي يعني وهيك. فخلص يعني كان إنه بس هيك حطهم بالصواني هذا الشي كافي. وهلأ هون إنه بعد ما خلصت وكمان زينتن
وعن جد مثل ما خبرتكم هلا ليش انا بزينها فورا مشان المكسرات فورا هيك تلزق فيها، عرفتوا علي يا صبايا؟ فبتلزق فيها، يعني انه بعد ما تبرد اذا جيت زينها بتضل هي هيك على الوجه، يعني عرفتوا؟ فهون بس شيل القطعة انا انه رح تاخد المكسرات عليها، عرفتوا علي؟ هلا اللي بحب الجوز الهند يكتر، واللي بحب اللوز يكتر لوز، واللي بحب الجوز كمان يكترهن. هذا الشي عن جد بيرجع إلكم، وبيرجع كمان انه انتو شو بتحبوا وشو بتختاروا. انا هيك حسيت انه المكسرات انه كتير منيحة فيها، يعني حسيت انه يعني هذا الشي كافي يعني إلهن. هلا انا بصراحة اكتر شي بحب الجوز الهند فيها، وكمان بحب عن جد الفستق الحلبي كمان فيها، انه طيب بس نحن عنا غالي كتير وبصراحة انه ما بنجيبه يعني، فكمان اللي عنده متوفر كمان جوز الهند عفوا الفستق الحلبي كتير كتير طيب في هاي الأكلة، حتى بقلبها بنحط، وكمان زينة على الوجه كمان بتقدروا تحطوا لها. مثل ما خبرتكم أنا شو متوفر عندكم فيكم تحطوا لها هاي الأكلة. أهم شي 3 من المكونات، وكمان أهم شي شو متوفر عندكم من المكسرات بتقدروا تحطوا لها. بتمنى تكون هيك نالت إعجابكم عن جد هاي الوصفة وهي الطريقة، هاي طريقتي عن جد كتير كتير حلوة. بتمنى تكون عجبتكم، وكمان هيك استمتعتوا معي بهذا الفيديو، وبتمنى انه تحطوا لي اذا عجبتكم الوصفة عن جد، تحطوا لي وتكتروا لي اللايكات حتى ترتفع عندي الفيديوهات، حتى يرتفع عندي هذا الفيديو. وكمان اذا عجبكم ما تنسوا تشيروه لاصحابكم واحبابكم حتى يشوفوا كمان ويشوفوا هاي الوصفة الجديدة. اكيد هاي وصفة جديدة عن جد، يعني ما بتوقع انه مثلا حدا يعرفها غير انه هاي، لانه مثل ما خبرتكم اكلة تراثية قديمة كتير كتير. فأنا عن جد بتمنى إنه تشيروا هذا الفيديو لأكتر من حدا إذا عجبكم طبعا، حتى إنه يوصل لأكبر عدد ممكن. وكمان إنه نخلي إنه إذا عجبتكم الوصفة أكيد مثل ما خبرتكم جربوها وراح تدعولي، وكمان إنه إذا عجبتكم وجربتوها ما تنسوا تكتبولي بالكومنتات، وأكيد راح شوفهم أنا. وإن شاء الله يا رب تعجبكم. بشوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله بفيديو جديد وروتين جديد.